بعد رفض الصفقات المحلية بشكل قاطع، مارسيل كولر يوافق على التفاوض مع ثلاثي زد مصطفى العش ومحمد إسماعيل ومصطفى زيكو، مع توقف المفاوضات مع إيهيناتشو مهاجم إشبيلية بسبب المغالاة المالية. محمد الضماطي رئيسا لبعثة الأهلي في أبيجان المقرر السفر لها الخميس القادم، وجلسات تجديد رامي ربيعة وياسر إبراهيم تؤتي ثمارها، واللاعبان يجددان للفريق خلال الأيام القادمة. وكهربا ينتظم في تدريبات الفريق اليوم، وغياب بيرسي تاو عن مباراة سموحة غدا لانشغاله بالسفر إلى الدوحة للتوقيع لفريق قطر القطري. نزلة معوية شديدة تبعد مارسيل كولر عن تدريبات الفريق اليوم، ويغيب عن مباراة سموحة، وسامي قمصان يقود الفريق فنيا غدا، وكريم فؤاد يبدأ التأهيل من جراحة الرباط الصليبي بالجري حول الملعب، وعمر الساعي يطلب الخروج من الأهلي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الحالية. انتظم زياد كمال متوسط ميدان الزمالك في تدريبات الفريق اليوم، مع استمرار تأهيل المغربي محمود بن تايج تمهيدا للعودة تدريجيا للتدريبات الجماعية، ومحمد صبحي يقترب من حراسة مرمى الفريق في مباراة كأس مصر القادمة. بحضور وزير الشباب والرياضة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري يستقبل نظيره رئيس اتحاد الكرة الكاميروني صامويل إيتو في الجبلايا اليوم. في سوبر إيطالي بنكهة سعودية، وللمرة الثامنة في تاريخه البيج ميلان يتوج بطلا للسوبر الإيطالي بعد فوزه على أفاعي الإنتر بثلاثية مقابل هدفين للمرة الأولى منذ عام 2016. السيتي يتخذ خطوات إيجابية تجاه التعاقد مع عمر مرموش، واللاعب يرفض مناقشة أي عروض مقدمة سوى عرض الفريق السماوي و50 مليون يورو يفصلان اللاعب والنادي عن توقيع العقود الرسمية. ريال مدريد يغير عاداته في كأس ملك أسبانيا، ويكتسح ديبورتيفو مينيرا بخماسية نظيفة ليتأهل إلى دور ال16، وبرشلونة يخطط للتعاقد مع الكوري سون هيونغ في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.